ازيك يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. فيديو النهارده من الفيديوهات اللي طلبت مني من زمان قوي وانا بصراحه اتاخرت عليكم جدا عشان اصوره، بس اهو جه وقته. النهارده هكلمكم عن كل الليبستيكس اللي عندي وهقسمهم على فيديوهين. يعني النهارده هكلمكم عن كل الليبستيك اللي عندي اللي درجاتهم على بينك، نوت بينك، موف بينك، اي بينك عندي. الفيديو النهارده هيبقى طويل عشان عندنا كميه روجات على بينك كتيره جدا. وانا بجمع لكم الروجات دي اكتشفت ان انا عندي روجات على بينك كتير، وانا مكنتش متوقعه كده. كنت فاكره ان انا عندي روجات على بيج اكتر، بس طلع العكس. فلو حابين تعرفوا الروجات البينك اللي عندي ايه ودرجاتهم فتابع الفيديو للاخر. لو اول مره تشوفيني متنسيش تشتركي في القناه وكمان تعملي لايك وشير وبس كده. يلا نبدا الفيديو. هبدا اول حاجه بالحاجات الكريمي والجلاس، ونخلي الحاجات المات في الاخر. هبدا اول حاجه باللي انا حطاه على شفايفي ده، وده اجدد حاجه انضمت للكوليكشن بتاعي، وهو ده من بيوليس. تقريبا بتتقال كده بيوليس. دي براند تركي، واللي هي اللاين ده اسمه جلوسيت، والدرجه اللي عندي اسمها ستروبري. هي دي اللي انا حطاها النهارده. بقالي شويه حطاها، يمكن داخله على ساعتين حطاه، وزي ما شايفين تحفه، ثباته حلو ومريح جدا وبيرطب الشفايف. البيجمنتيشن بتاعته قويه. هو بيجي بالتيوب الغريب ده، هي ارخم حاجه فيه بصراحه الابليكيتد بتاعته، بس شغاله. يعني عامله لكم سواتش على ايديا. بصوا ده شكل الدرجه. ازود شويه كمان. بصوا اللمعة بتاعته، درجته تحفة، بينكي على موف نوت كده، ناعمة وحلوة وتنفع لكل يوم، فحبيته جدا. تاني جلوس هكلمكم عنه هو الجلوس ده من كفر جيرل. ده شكله، وده درجته 710. ده قريب قوي من بتاع بيلويس، ولا اسمها ايه؟ انا بنسى اسمها ايه. بيوليس، تمام. لكن ده اخف، البيجمنتيشن بتاعت اللون اقل شوية، واللمعة بتاعته اكتر. هيبان اكتر على ايديا. بصوا ده بتاع كفر جيرل. بصوا يعني درجته مختلفة شوية، يعني ده فيه موف اكتر من ده. مش شايفين لمعته اقوى من بتاع بيوليس؟ فده برضو بحبه جدا ومريح جدا، ومن الحاجات اللي هي لما بتروح مش بتلحوس حوالين شفايفك وكده، بيروح بشكل حلو وبتفضل الشفايف مترطبة كمان بعديه. طبعا الاتنين اللي فاتوا دول جلوسس يعني شوية وبيروحوا، وطبعا لو اكلتي وشربتي بيروح على طول. كمان من الحاجات اللي عندي اللي هي بتدي الافكت بتاع الجلوس، هو ده من لوريال، اللي هو الاديشن اللي اسمه ايه، color rich plump and shine، والدرجة اللي عندي اللي هي 104 اسمها جوافة. تمام. شوفوا ده شكله اهو. ده بقى مفهوش بيجمنت زي التانيين، يعني لونه فاتح قوي. شايفين لونه بينك كده هادي وفاتح خالص، مش زي دول. وهو فعلا فيه اللي هو البلامبينج ده، او يعني بيحرق كده شويه، وتحسوا كاني حطيت جلوس مش روج خالص. يعني هو تحسوه روج، بس هو بيدي افكت الجلوس وفيه لمعه حلوه كده. عايزه برضو اعمل لكم سواتش على ايديا. بصوا يعني البيجمنتيشن بتاعته مش اعلى حاجه، بس تهيألي كل ما هتحطي منه هيديكي بيجمنت اكتر، بس انا مش بحب احط كتير، بحسه بيلحوس الدنيا كده. طبعا ده بيبقى شكله احلى بكتير لما تحطي معاه ليب لاينر وكده، بيحدد شكل الشفايف اكتر من ان هو كده. او ساعات بستخدمه ان انا احطه فوق اي ليبستيك او اي مات ليبستيك مثلا، عشان اخليه يبقى فيه جلوس فينش كده. في بقى عندي ده ليب اويل من شي جلام، اللي هو اسمه جيلي واو. تمام. ده بحبه قوي قوي وبيرطب جدا. لونه بينك هنا، بس هو ما بيديش اي لون، فانا قلت اوريكم لكم برضو لانه من الحاجات المشهوره جدا عندهم. بصوا تحسوه جيلي كده، او يعني هو اسمه جيلي ده بقى ترطيبه فظيع، وكمان ثباته عالي على شفايفي. يعني انا بحطه مثلا واقعد بيه كذا ساعه وبيفضل موجود على شفايفي، وبحس بيه وبيرطب فعلا الشفايف حلو قوي. كمان لمعته تحفه زي ما انتم شايفين، فينفع تستخدميه كمان كجلوس، بس انا بحبه اكتر ان انا استخدمه ك يعني ليب بالم او كده. وهو ملوش لون، بس يمكن هي لون شفايفي بقت بينك من الحاجات التانية، بس هو لونه شفاف. هوريكم برضو سواتش ليه. بصوا اهو، مش باين اصلا، شفاف.
تقريبا دي كده كل الجلوسز اللي عندي اللي على بينك، ما عنديش حاجات على بينك تاني. دلوقتي هكلمكم عن الليبستيك ده من ويت ان وايلد. الدرجه دي اسمها سينك بينك، ودي من الدرجات اللي انا مش بحبها قوي على شفايفي، بحسها شكلها غريب، بس في ناس بتحب الدرجات دي. انا بحب استخدمه كبلاشر اكتر، او بعمل بيه ميكس مع درجات تانية، يعني لو عايزه احط فيها شويه بينك. هو بينك على نيون كده، عشان كده انا مش بحبه على شفايفي، بحسه منور زياده، وكمان مع الاضاءه بحسه بينور اكتر، بس هو في الحقيقه اهدى شويه من الكاميرا. اعمل لكم بقى سواتش ليه على ايديا. بصوا ده شكله على الايد، على ايديا بحس شكله احلى، عشان كده بحب استخدمه كبلاشر اكتر من على شفايفي. بصوا شكلي غريب، كريمي زي ما انتوا شفتوا، بيتحط بسهولة، والبيجمنت بتاعته قوية جدا، وكمان ثباته حلو، يعني بيفضل قاعد على شفايفك لحد ما تاكلي وتشربي. وبما ان احنا بنتكلم عن ويت ان وايلد، فهكلمكم كمان عن الدرجة دي بقى، يعني بحبها اكتر من التانية شوية. دي يعني بينك على نبيتي على طوبي كده. بصوا ده شكلها، يعني بحس دي بتليق عليا اكتر. بصوا شايفين كمان بتسيب تنت ازاي؟ الليبستيك البينك كده بيسيب تنت على الشفايف، مش بيروح بسهولة، اللي هي اسمها روز باد. شايفين ده شكلها؟ انا حاساها باينه احمر على الكاميرا ولا ايه، مش عارفه، بس هي فيها بينك فوشيا كده طوبي. برضو دي من الدرجات اللي مش بروح لها قوي، واغلب الوقت برضو بعمل لها ميكس مع حاجات تانية، يعني مش دايما بحب ان انا احط درجات تكون منوره وباينه كده. أنا مش عارفه ليه بدات لكم بالحاجات اللي مش بحبها، بس نكمل بقى وخلاص. لكم بصوا سايبه ازاي لون، فالليبستكس بتاعت ويت ان وايلد دي حلوه قوي. بعد كده هكلمكم عن ده من فلورمر، اسمه اللي هو بريتي، اللاين اسمه بريتي كريم اند جليز ليبستيك، ودي درجته بي 315. دي برضو من الحاجات اللي انا ما بحبهاش على شفايفي خالص، برضو درجة على موف نيون كده، بس كبلاشر تحفة جدا. انا يعني بصوا مستخدماها ومبهدلاها كبلاشر مش كروج، فبرضو هوريها لكم على شفايفي. فين ده شكلها؟ مش عارفة وانا بشتريها كنت بفكر بايه، بس بحبها بصوا يعني على الايد لما عملت لها سواتش، بصوا تحسوا انها هادية وبينك وعسولة وكده، بس على الشفايف شكلها صعب. ده سواتش للدرجة اهو، جنب الدرجات التانية، كريمي زي ما شفتوا برضو، وثباته عادي بيفضل قاعد لحد ما تاكلي وتشربي. شايفين برضو سايب تنت ازاي؟ يعني انا بحس الدرجات اللي هي الغريبة دي بتعمل تنت على الشفايف فظيع. تهيألي انا هستخدمها بعد كده كتنت، احطها وامسحها عشان يديني اللون الفوشيا كده. مش عارفة هتبقوا عارفين ولا لا، ده عندي من زمان جدا، مش عارفة من كام سنة، بس بحبه قوي. ده من اسنس، اسمه ناتشورال بيوتي رقم 7. ده شكله هو متبهدل عشان بعمل له ميكسات برضو مع حاجات تانية، وبرضو بحب استخدمه ك بلاشر كريمي. مش عارفة هيبان اللون ولا ايه، بس هو برضو كريمي وناعم، لونه حلو. ده بقى بحب احطه لوحده، انا مش عارفة هيبقى باين اصلا من الحاجات اللي كانت تحت ولا لا، هو يمكن افتح من كده شوية. بصوا ده على ايديا، لونه حلو وهادي، وكانت من الدرجات المشهورة جدا عند اسنس اصلا زمان. ده بحبه قوي، ومخلصة نصه تقريبا. يعني بصوا المفروض في حرف الاي هنا مرسوم على الليبستيك، بس يعني متاكل نصه، ومستخدمة منه حبة حلوين. انا مش عارفة بصراحة هو لسه بيتعمل ولا لا، اغلب الليبستيكس اللي عندي من اسنس عندي من فترة، فهم كل شوية بيغيروا شكل الباكجينج وبتاع، بس بيتهيألي الدرجات ممكن تبقى هي موجودة. ده بقى ثباته مش اعلى حاجة، يعني بيروح بعد شوية، وبرده مع الاكل والشرب، وهو زي ما شفتوا كريمي وناعم، بس ده بحسه خفيف على الشفايف كمان لما بحطه، مش حاسه ان انا حاطه حاجه، وبيرطب كده شويه شفايف، فبحبه قوي. حطيت بقى شويه كونسيلر كده على شفايفي عشان اللون الفوشيا الفظيع ده بحسه مش بيبين اي حاجه. في بعد كده عندي الليبستيك ده من اماندا، اللي هو اللاين اسمه لاست اند شاين، ودرجته رقم 12.
برضو معرفش اللاين ده لسه بيتعمل ولا لا، بس بصراحه انا ما حبيتش اللاين ده. ده درجته برضو من البينكات اللي انا مش بحبها عليا، بس هو حلو يعني مش وحش، بس انا مش بستخدمه كتير. ده شكله في لمعة كده شوية زي ما كاتبين لاست اند شاين، بس هو مش بيلاست قوي يعني، مش بحبها قوي. هو ده شكله على ايديا. لغايه دلوقتي مشفتوش حاجات انا بحبها، ولسه قدامنا شويه يعني. برضو من الحاجات اللي انا مش بحبها عليا الروج ده من NYX. ده درجته رقم VMLS 10. تمام. بصوا مستفز قوي الباكجينج بتاعه، والكلام بصوا عامل ازاي وبيلم تراب. الباكجينج بتاعه مش احلى حاجه، وكمان الغطا مش بيبقى ثابت، ولونه نيون بينك. تمام. اوريهولكوا فين هنا مثلا، استنى انا اعمل كده عشان متكسرش. ده بقى الفينش بتاعه مات. تمام. ده شكله يعني قريب من سينك بينك شويه بس اغمق. ده بيدي فينش مات اكتر، فاته كويس بس عادي لان هو يعني كريمي، فبيروح برضو بسهوله مع الاكل والشرب وبتاع. هو بصراحه ناعم يعني، مش بحسه بينشف لي الشفايف ولا اي حاجه، فيمكن لو جبت درجه منه تانية كانت هتعجبني اكتر. الدرجه دي مش بحبها وبستخدمها ككريم بلاش. اكيد مش هرميهم بقى، انا جبته يعني خلاص. اللي جاي بقى ده انا بحبه اخيرا، ده من اسنس اللي هو اللاين اللي هو مات مات مات، والدرجه دي رقم 3 03. وده شكله هو غامق شويه بس لونه حلو، وبحسه بينور كده البشره ومش فاقع. مش مظبوط قوي بس مش مشكله. بس بصوا لونه حلو ازاي ومنور، بس انا حاسه انه الاضاءه عاليه شويه، ممكن نخففها شويه عشان تشوفوا لونه الحقيقي. بصوا هو لونه يعني شبه كده بينك على موف كشمير كده، ومنور وشي، مش نيون، مش شكل غريب، اقدر احطه انزل بيه عادي. تعالوا نعمل سواتش. ده حلو قوي، يعني بتمنى انه يكون لسه بيتعمل. بصوا ده لونه، وده كذا مرة احطه هنا على القناة واتسأل عن الدرجة دي. من اسنس من نفس اللاين ده عندي الدرجة اللي هي رقم 1. دي بقى تحفة، بحبها اكتر من التانية كمان عشان دي نود بينك كده فاتحة، فتنفع لكل يوم. بصوا دي درجتها حلوة جدا جدا. هنبتدي بقى في الحاجات الحلوة بقى اخيرا. بس طبعا الليبستيك لما بيبقى فاتح كده مش بيسيب تنت زي الحاجات القوية دي. يلا بينا. ده رقم 1 من اسنس اللاين اللي هو مات مات مات. ايوه كده. ده برضو الفينش بتاعه مات، ثباته حلو، مريح على الشفايف، مش بينشف الشفايف خالص، ف حلو قوي، ينفع لكل يوم. بعد كده في الليبستيك ده من ريمل اللي هو درجته رقم 8. درجته ده شكله هو كشمير كده، هو تحسوه غامق في البتاع بس هو على الشفايف ما بيبقاش غامق كده. بصوا برضو ده بحبه قوي. شايفين درجته تحفة ازاي؟ ده جامد. بصوا ده سواتش للدرجة بتاعته كشمير كده فاتح، عايزة ارجع استخدمها شوية اكتر يعني، بقالي كتير ما استخدمتوش. بعد كده بقى من الدرجات اللي انا بستخدمها عشان انور بيها او افتح بيها اي روج عندي غامق، اللي هي الدرجة دي من ميبلين اسمها 535 بيورلي نود. دي انا فاكرة كنت شارياها ايام الكورونا، ما كانش فيه تسترات، ما ينفعش ان انا اجرب، فاشتريتها كده من لون الباكج وبتاع. بس بصوا طلع ايه شكلها من جوه، طلع كونسيلر. وطبعا بصوا ملحوس درجات غامقة عشان انا بعمله ميكس مع درجات غامقة على طول، مش بستخدمه كده لوحده. تعالوا نشوف الاول السواتش. بصوا ده سواتش، السواتش عسول بينك جميل فاتح كده. يلا نشوف. بقي راح فين؟ نو نو نو، لوحده نو ابدا، عمري ما بحطه لوحده. زي ما قلت بفتح بيه دايما حاجات تانية، وهو الفينش بتاعه مات، مريح على الشفايف وكل حاجة. اكيد اي درجة تانية هتبقى احلى من دي. اللي بعده من الدرجات برضو اللي بحبها من اسنس اللي هو اللاين الاسود ده، الدرجة رقم 9 وير بيري على موف كده. بس برضو يعني اللي هما اللاين ده البيجمنتيشن بتاعهم مش اقوى حاجة، فمش بيبان ان هما
اللون الموف الغامق ده بيبانوا افتح شويه. لونها موف كده، الحاجات اللي بتنور شويه الوش، بس مش بحسها برضو لكل يوم، يعني عايزه لوكات معينه. فده اللي هو رقم 9. من اماندا عندي كمان اللي هو اللاين ده اللي هو اسمه ليبا مور، وده درجته رقم 4 وبرده على موف. انا مش عارفه على طول بجيب الدرجه دي ليه. غامق، وده البيجمنت بتاعته قويه وجلوسي كده، وتحسوه يعني ليبستيك بس على جلوس، بس مش بيلمع قوي زي الجلوس. اه شايفين البيجمنت بتاعته قويه ازاي؟ ثباته بصراحه مش اعلى حاجه يعني، بس لونه حلو، بس برضو مش لكل يوم، مريح جدا على الشفايف. وزي ما شايفين فيه لمعة بسيطة، مش زي الجلوس قوي. نسيت اوريكم السواتش بتاعته، حطها لكم فين هنا. ده شكله. ده بقى مش بحبه كمان لان هو يعني بيلحوس الدنيا، لو ايدك جت كده بس وبتاع بيلحوس حوالين الشفايف. كمان عندي من ريمل الليبستيك ده درجته 120 وكاتنج اتش. ده برضو من الحاجات وبرضو لما جبته مش عارفه كنت بفكر في ايه. شايفين اللون؟ لونه فظيع. وده بقى على الشفايف بيجمنتد جدا، من الالوان اللي بتسيب تنت قوي على الشفايف. فتعالوا اوريكم. بصوا انا لحوست الدنيا بس مش مهم بقى، المهم ان انتوا شفتوا اللون عامل ازاي. محدش ركز على شكل الروش. موف غامق كده اهو. ممكن نحطه هنا جنب بتاع اماندا. بصوا قريب شويه من بتاع اماندا على فكره، بس ده اغمق يعني كمان. انا كده تقريبا خلصت اللي هم ايه الليبستكس اللي هم العاديين كده. هندخل بقى على الليبستيك اللي هم ايه في تيوب كده. ده اول واحد ده كنت لسه مستخدماه معاكم من فيديو قريب يعني. ده كنت جايباه من ميني سو، اسمه فلولس فيلفت ليكويد ليبستيك، ودي درجته رقم 6 روز كوارتز. ده بحبه جدا، هو بيدي ملمس شكل فيلفت كده. هو باين ان هو بيج اكتر دلوقتي عشان مقارنة باللي فاتوا، بس هو فيه بينك يعني بيج على بينك. ده تحفة لكل يوم. دي الدرجات بقى اللي انا احبها، هي دي الدرجات. نعمل لكم سواتش فين هنا مثلا. بصوا مش عارفة هيبان على ايديا ان هو فيه بينك ولا لا، بس هو فيه بينك صدقوني. هي بيج وبينك في نفس الوقت كده، تمشي مع ده وتمشي مع ده. فعسول وجميل ومريح على الشفايف، بس مش بينشف خالص يعني، بيطبع عادي وبيطلع وبيروح مع الاكل والشرب، وثباته عادي، وخفيف جدا على الشفايف. يعني لما بحطه حطاه اهو مش حاسه ان انا حاطه اي حاجه على بقي، بس يعني انا عملت كده اهو هيطلع عادي خالص. نخش على الحاجات اللي هنا بقى. نبدا بالحاجات اللي هي زي القلم دي. ده من شي جلام اللي هو جلام 101 ليبستيك اند لاين ديو، وده درجته اسمها بارلين باي. ده برضو نود على موف على بينك كده، بس ده لونه حلو قوي. شايفين اللون؟ تحفة. نود كشمير كده يجنن، انا بحبه جدا جدا جدا، وممكن احط منه كل يوم عادي. ثباته يعني عادي زي اي كريم ليبستيك عادي. بصوا دي سواتش بالدرجة، تحفة. بيجي معايا زي ما قلت الليب لاينر بتاعه، اغمق منه درجة، اغمق من الروج نفسه. شايفين هو اغمق من الروج درجة كده، تحفة ولايق مع اللوك. خلاص انا عايزة اقعد كده بقى. مش عايزين نحط حاجة تانية. كمان من اللي هي الشكل القلم ده عندي، ده من ان اسمه ماتيك ليبستيك. دي درجته رقم 24. ده شكله. تعالوا برضو اعمل لكم سواتش هنا. بصوا برضو درجته حلوة قوي. ده بحب استخدمه كليب لاينر ساعات، وساعات بملى بيه شفايفي. بصوا لونه حلو ازاي، تحفة. بس ده مش ثابت، حتى من غير اكل وشرب بحس ان لونه بيروح بعد شوية كده، بيخف شوية. بس كليب لاينر حلو يعني، شغال وثابت، وكان رخيص ب20 جنيه باين. كمان من اسنس ده اسمه فيلفت ستيك مات ليب كولر.
ده برضو مش من مفضلاتي لان هو فاتح كده شبه بتاع ميبلين وعلى سيمون، وهو فيلفت ومش مات ومش ثابت قوي، بس بفتح بيه برضو اي روج. نفس ميبلين بالظبط اهو. بصوا هحطه لكم جنب ميبلين عشان تشوفوا. يمكن ده فيه بينك اكتر شويه من ميبلين بس نفس الفكره. من الليبستيك اللي انا بحبها جدا جدا ولما بحطها برضو بتسأل عنها كتير، هو الليبستيك ده من بورجوا اسمه روج اديشن فيلفت والدرجه رقم 10. كشمير على موف كده برضو حلو قوي. شايفين لونه حلو ازاي؟ لونه تحفه، بحبه، مريح على الشفايف. هو مات، ثبته حلو برضو بس بيروح مع الاكل والشرب. هو بس شكله كده كتير عشان انا شايله الستوبر منه لانه هو بيخلص خلاص. بصوا مش عارفه هيبقى باين ولا لا. بصوا هو بيخلص والبتاع ده طلع شفاف، مش ان هو لونه كده، فعشان كده الابليكيتر مليانه. فانا ما بقيتش احط من الابليكيتر، بحط بفرشه. بس ايه، عايزين ننجز النهارده. من الحاجات بقى اللي هي الليكويد ليبستيك اللي هي ثابته وفي نفس الوقت تحفه، لونها جميل واحساسها حلو على الشفايف ومش بتنشف، ده من ذا بالم اللي هو ميت مات معرفش ايه هاجز ده. والدرجه دي اللي هي اسمها سنسير، حلوه قوي. وفي نعناع كده، بحس بحرقان بسيط بس مش قوي يعني، مش زي بتاع لوريال التاني. ده شكله. بصوا هو طبعا مقارنة بالتانيين البينك اللي فيه اقل من الحاجات التانية، بس هو بينك نوت كده اهو. ده شكله لايق برضو مع اللوك النهاردة. ده من الحاجات اللي انا بحبها قوي 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 قوي. بعد كده عندي الدرجتين دول من ميبلين اللي هو سوبر ستاي مات انك. عندي درجة رقم 5 ودرجة 65. هحط لكم الاول رقم 5 دي، انا بحبها قوي بس ممكن دلوقتي تبان بهتانة عشان شفايفي غامقة او متلونة كده. بس انا في العادي شفايفي لونها فاتح، فالحاجات الفاتحة دي ما بيبقاش شكلها اوفر قوي كده في العادي، بس هي فاتحة. بس انا بحبه حتى يعني بحطه لوحده عادي. بصوا لونه حلو قوي يعني. ده بصوا مقارنة بدول، بصوا يعني اهو ده بتاع ميبلين اللي هو غامق مقارنة بالاتنين الفاتحين دول، لا يعني في لون. فحلو. ممكن بقى مع ليب لاينر كمان يبقى احلى. دي من الدرجات اللي انا برضو بحبها وبحطه كتير او حطيت منه كتير جدا. بس ده زي ما شايفين الفينش بتاعه مات، بينشف الشفايف شويه ومش مريح قوي. مبقدرش ان انا اعيد عليه كذا مره مثلا لو راح، لان هو بيروح مع الاكل والشرب لو كلتي حاجه فيها زيوت او كده. لما ببقى عايزه احط حاجه تفضل معايا طول اليوم، ما بقاش قلقانه انها تلحوسني او تبوظ مني او يروح مع الوقت، زي جلاس مثلا مش هاكل مثلا او كده، فبحط منه. بس دي اللي هي درجه رقم 5. شفايفي التهبت. حط بقى درجه 65. دي بقى حبيبه الملايين. تهيألي دي من درجات اللي بتليق على اي حد وعلى اي درجة بشرة. جميلة بصراحة، هي درجة فظيعة. الدرجات برضو اللي انا بحبها جدا جدا. شايفين بينشف على طول ازاي وبقى مات على طول، مش زي الحاجات التانية اللي هي فيلفت دي بتاخد وقت شوية وبتقعد تطبع. ده بقى مش بيطبع اول ما يخلص ينشف خالص يعني، وبيفضل ثابت طول اليوم. بالدرجات الكشمير اللي انا بحبها هي دي من ويت اند وايلد اللي هي اسمها ليكويد كات سوت، درجة ريبل روز، برضو من الدرجات المشهورة جدا. وللأسف الابليكيتور اتكسرت جواها. احنا هنحط كده عادي بالعصاية. يعني بغض النظر عن المنظر ده. ده لونه كشمير موف كده حلو. ده برضو بينشف مات، يعني بحسه بديل بتاع ميبلين. يعني انتوا عايزين حاجة مات وتفضل ثابتة طول اليوم، الوانها حلوة. بصوا دي الدرجة بتاعته وثابته ومريحه، فده بديل حلو قوي لبتاع ميبلين. هو نفس الفكره برضو، بيروح مع الاكل والشرب. اجنور ان هو شكله مش مظبوط يعني، ما تركزوش. بس المهم ان هو ايه، حلو. من الحاجات اللي محدش بقى يتكلم عنها زي الاول. في درجات منه تانية مختلفه، بس دي الدرجه اللي عندي اللي هي على موف كده شويه.
اخر اتنين عندي هما دول من شي جلام، بيجوا ست فيهم 3. فانا بصراحه مش فاكره اسم الست ايه، بس انا عندي الدرجه اللي هي اسمها مكرون، والدرجه اللي اسمها هوت سايدر او سيدر، مش عارفه بتتقال ازاي. فتعالوا نجرب الاول اللي هي اسمها مكرون، دي بحبها جدا جدا جدا. شايفين درجته تحفه ازاي، حلوه قوي ولايق مع اللوك. كان المفروض اخلي ده للاخر عشان ايه اسيبه بقى. من الليبستيكس اللي بحبها واستخدمتها كتير جدا الفتره الاخيره، زي اي ليبستيك مات، لو مش مرطبه شفايفك كويس وكده هيبين لك القشور وبتاع وهيشقق، فتيجي تعيدي مثلا هو موجود برضو بيبقى شكله مش حلو، فلازم تشيليه خالص وتحطيه تاني. وبس بصوا شكله تحفه ازاي، بغض النظر عن ان هو مش مظبوط بس لونه حلو. برضو سواتش ليه اهو، هو فين؟ هو ده اخر واحد بقى، مش عايزه احطه. هو من شي جلام برضو، تقريبا هو كان نفس المجموعة بتاعت اللي فيها مكرون ده، على موف غامق قوي بقى. دي اخر درجة عندي، طبعا ملحوسة ومبهدلة بس خلاص انا تعبت ومش قادرة اظبط اكتر من كده. دي بقى انا ما اشتريتهاش، هي جت مع السات، فدي جت مع السات اللي هي اللي قلتلكوا عليها، فده انا ما اخترتوش يعني الدرجة دي، وما اعتقدش انا كان ممكن اختار هذه الدرجة الفظيعة ان انا عمري ما حطيتها، بس هي عندي في الكوليكشن فقلت اوريها لكم. بس كده، دي كده كل الليبستيكس اللي عندي اللي على بينك موف. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا خدتوا فكرة عن الدرجات اللي عندي. بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تعملوا لايك وشير مع اصحابكم. اشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي، مع السلامة، باي.